السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجو برد وساقع جدا. عايزين بقى ناكل او نشرب كده حاجه تدفينا كده وتكون سخنه وموفره ورخيصه. فهنعمل بقى البليله وهنعملها بكذا طعم وطعمها حلو جدا جدا. وكمان هنفرز منها. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. جبت نص كيلو قمح او غله من عند العطار. بس لازم طبعا نجيبها تكون بيضة عشان في غامقة، لازم نجيبها اللي تكون فاتحة كده وبيضة. وجبتها ونقيتها كويس قوي ورحت غسلاها ونقعتها في مية من بالليل لغاية الصبح. حطيت بقى حلة على النار الصبح وفيها مية، وأول ما غليت رحت نازلة بقى الغلة أو القمح بتاعنا. وطبعا عشان هي منقوعة من بالليل للصبح مش هتاخد مننا وقت، يعني من ربع ساعة تلت ساعة. لو قعدت معاكي وقت كبير هيبقى نص ساعة، ومش هتقعد هي ربع ساعة تلت ساعة بالكتير. وسبتها كده بقى تغلي لغاية ما تستوى. بس برضو نبقى نخلي بالنا ونبص عليها عشان لو المية نقصت ممكن نحط شوية مية سخنة. البليلة بتاعتي زي ما انتوا شايفينها استوت وبقت زي الفل. قعدت معايا تقريبا تلت ساعة واستوت وشايفينها وبقت حلوة جدا. كل ده علشان انا نقعها من بالليل للصبح. هطفي عليها دلوقتي واجيب بقى كسرولة واحط فيها كمية لبن. شايفين اللبن بالقشطة بتاعته بكله. طبعا انا هعمل شوية على قد اللي انا هستعمله، مش هعمل كله. ما تحطيش كله في اللبن عشان ما تبص معاكي. حطي على قد ما هتستعملي، كل لما تحتاجي حطي في اللبن. حطيت كده كمية وحطيت بقى السكر طبعا حسب بقى ايه ما تحبي. وحطيت معاها شوية فانيليا. الفانيليا بتدي طعم حلو في البليلة. وهقلبهم كده مع بعض كلهم. وهروح نازلة عليهم بقى ايه بكمية من البليلة بتاعتنا. وهجيب بقى الكوبايات او الاطباق اللي انا هقدم فيها واملاها. انا عامله كده طبقين. بعد كده هسيب كمية كده صغيرة في الكسرولة بتاعتي. وهجيب معلقة كبيرة من السحلب، أيوة سحلب. بس تعمليه كده بالمصفى بتاعت الشاي عشان لو في سمسم أو أي حاجة. احنا مش عايزين، احنا عايزينه يبقى صافي من غير أي حاجة فيه. وهروح حاطة كده المعلقة، طبعا ده حسب الكمية اللي انت هتعمليها. أنا عاملة تقريبا كوباية، وهحط معلقة من السحلب علشان يخلي قوامه تقيل شوية. اللي يحب الحاجة قوامها يبقى تقيل، فالسحلب ده بيدي طعم ويخلي البليلة لها قوام كده تقيل شوية. وطعمها بيبقى حلو جدا. اخليها تغلي غلوة واطفي عليها. زي ما انتوا شايفين كده عملت اتنين سادة وواحدة بالسحلب. هاجي بقى الطبق من الاطباق احط عليه شوية جوز الهند وشوية بقى ايه، عندك مكسرات، عندك فول سوداني، عندك زبيب. انا طلعت الزبيب ونسيت احطه. والطبق التاني هحط عليه كنافة محمرة. أنا البرطمان ده موجود عندي على طول. كل ما بجيب كنافة وبيفيد معايا بروح محمراها في الفرن واحطها في البرطمان ده. ساعات بيبقى ما عنديش حاجة حلوة ولادي عايزين ياكلوا أي حاجة حلوة، ممكن ياخدوا كده شوية في طبق ويحط عليه حبة لبن، شوية جوز هند زبيب وياكلوها. بتتاكل بأي طريقة. فأنا على طول البرطمان ده بيبقى عندي. فحطيت كده شوية بقى في الطبق بتاعنا. ممكن بقى تحطي من فوقيه بقى شوية فول سوداني، جوز هند برضو، زبيب، شوية مكسرات. اما الكوباية حطيت عليها حتة من القشطة، بس طبعا اول ما حطيتها غطست على طول لتحت. بس القشطة بقى بيخلي طعم البليلة تحفة. ممكن بقى تعملي حاجات تانية كمان، انا ما عملتش كل حاجة. ممكن تحطي عليها شوية قرفة، للناس اللي بتحب القرفة تعملها بالقرفة. ممكن لو عندك نوتيلا تحطي لولادك كده معلقة نوتيلا وتقلبيها بيبقى طعمها تحفة، حلوة جدا. ممكن تعمليها بالكاكاو. يعني اعملي اي حاجة ولادك بيحبوها. وكمان رخيصة. وطبعا انا عاملة نص كيلو مش هعمله كله. فخدت بقى الباقي وجبت اكياس التلاجة او نجيب علب. واول ما تبرد خالص، اهم حاجة تبرد، تبرد خالص وحطيها في الكياس او في العلب وشيليها في الفريزر عندك. واي وقت تحتاجي بليلة هتطلعي. طبعا مش شرط تعملي نص كيلو، ممكن تعملي ربع كيلو. انا بعمل نص كيلو علشان بشيله في اكياس الفريزر. واي وقت بحتاجه بطلع الكيس اسخنه واحط عليه اللبن والسكر وبناكله بيبقى حلو جدا. جربوا بقى البليله بالطريقه دي هتعجبكم جدا وتعجب اولادك وتدفيكوا بقى في الساعه دي. بس اهم حاجه بقى تعملي اعجاب للفيديو وتشتركي في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.